السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم إن شاء الله غنحضر معكم اللحم مع السفرجل، مريقة كتجي معلكة. وكاينين هنا عندي جوج ديال السلطات بلديين حتى هما، حنا راه درنا الطاجين بلدي، كذلك قدمنا معاه جوج ديال الشليضات بلديين. بسم الله على بركة الله. كيف تشوفوا معايا هنا عندي طنجرة عادية، ماشي كوكوط ماشي طاجين. كندير فيها كيلو الا روب ديال اللحم البقري او الغنمي، ديروا اللي كان. غادي ندير عليه شويه ديال الملحه عينكم ميزانكم، حيت انا هنا راه باقا غادي ندير شويه ديال السمن مالح. وعندي هنا شويه ديال البزار، انا كنحاول هنا ما نكثرش التوابل لان السفرجل هو اصلا راه كيطيب تيجي محمض شي شويه. وعندي هنا معلقه ديال الخرقوم، معلقه صغيره، ومعلقه ديال سكينجبير حتى هي صغيره. وعندي واحد شويه ديال التحميره، غير اللون، غير شويه، واحد القبيصه هانتوما كتشوفوا فاش حطيتها. وعندي 3 ديال الفصوص ديال الثوم، راه حكيتها من قبل. وكذلك عندي نصف كاس ديال الزيت مخلط بزيت الزيتون وزيت المائده والعبار بكاس العنبه. عينكم ميزانكم، ما ديروش المريقه تجيكم تكثروا فيها الزيت وتجيكم مدامه. وكذلك عندي هنايا هاد البصيله هذه حمراء، شلطتها رقيقه. من الاحسن ما تكونش بصله كبيره، تكون بصله متوسطه. وكذلك عندي هاد المعلقه صغيره ها هي ديال القهوه صغيره عامره بالسمن مالح. صافي. وغادي نقص البوطه في هاد المرحله هذه. فاش تنديروا التوابل كنقصوا البوطه نهائيا، كتكون مهيله، اولا كنديروا 2 ديال المعالق ديال الماء باش ما تحرق ليناش العطريه. ضروري تكون هاد الطريقه هذه، اما نقصوا البوطه على المهل، اما ديروا 1-2 معالق ديال الماء. صافي. كنبقى هنايا نشحر هاد اللحيمه، كنشحرها مزيان حتى كتذوب لينا البصيله، ومنها حتى يجينا داك اللحيمه كتجينا بنينه. غادي نخليها حتى تشحر مزيان وتذوب لينا البصله. وهنا غنرجع معكم باش تشوفوا البصيله راه دابت وتشحرات لينا اللحيمه مزيان تقريبا حتى بدا كيدخلها الطياب. ومره مره وطلعوا عليها باش ما تلصق لكمش اللحيمه وتحرق لكم البصله وتحرق لكم العطريه، وغادي يمشي لكم المذاق الا ما رديتوش البال في هاد المرحله هذه. صافي. دابا غادي نغطي عليها باش تبقى تشحر، تكمل الشحر ديالها. وغادي نمشي نوجد معكم السفرجل هو هذا، كتكون عنده واحد الصوفه مغلف، كنغسلوه مزيان منها. وكناخذ هنايا واحد الحامضه، عندي هنا السفرجل تقريبا 2 كيلو. بعد ما كنشد السفرجله كنقسمها على 2 وكنبدا نقيها وكندير لها واحد الخطوط من الفوق. ضروري كنعصر عليها الحامض. انا ما كنديرش السفرجل لا الخرشف هاد الطريقه، ما كندير لهمش الماء، كندير لهم هاد الطريقه هذه. كنعصر الحامض وكنديروا عليهم. الا ما كانش عندكم الحامض بامكانكم ديروا الخل. صافي. كنعصر عليه هكايا الحامض وكندوز عليهم كاملين، وكيبقى اللون ديالهم هكا ابيض. وهنا غادي نمشي للطنجره باش ندير لها واحد 2 ديال الكؤوس بعبار كاس العنبه ديال الماء. والماء يكون غليان او يكون سخون، ما يكونش بارد من الروبيني. الا درتو الماء بارد من الروبيني راه غادي يعصي لكم اللحيمه، غادي تقصح وما غاديش تبغي طيب. من الاحسن ساعدوها بالماء غليان او الماء سخون. صافي. هنايا غادي نغطي على الطنجره وغادي نمشي باش نغسل هذاك السفرجل، وغادي نجيبو باش نستفو فوق من اللحيمه. صافي. هنا بعد ما غسلت السفرجل وعطيت اللحيمه واحد 15 دقيقه تقريبا حتى بدا تيدخلها الطياب. 15 دقيقه حتى 20 دقيقه على بوطه على عافيه مهيله. عاد جبت هاد السفرجلات انا كنقادهم هنا، غادي ندورهم كاملين
وغادي ندير واحد الربيطه ديال الربيع اللي هو القزبر والمعدنوس، وكذلك غادي نزيد واحد الكاس غليان ديال الماء. في المجموع درت 3 ديال الكؤوس. وغادي نزيد هنايا القرفه، غادي نزيد هنا القرفه غبره كنرشها من الفوق. لان صراحه القرفه راه كتواتى لينا هنا مع السفرجل، وحنايا راه ما درناش السفرجل معسل، فهي كتساعدو باش يجي شويه حلو ما يجيش محمض بزاف. وغادي نزيد واحد العويدات ديال القرفه هكايا صاينين، وغادي نزيد واحد المعلقه ديال العسل، معلقه شويه كبيره ماشي صغيره. الا ما كانش عندكم العسل متواجد ديروا واحد طوبه ديال السكر اولا معلقه ديال السكر سنيده، وهكا باش كتساعدنا كيجينا السفرجل فيه ديك الحلاوه وحموضه في نفس الوقت. صافي هنا راني مجهده البوطه، غير حيت بيد ما غلات ليا الطنجره، داكشي علاش مجهداها. وما راه غادي نقصها وغنخليها طيب على عافيه مهيله. في هاد المرحله هادي كناخذ كل 5 ديال الدقائق تقريبا، كل 10 ديال الدقائق نهبط عندي هاد المريقه هادي، وكنبقى ندير هاد العمليه هادي. كناخذ معلقات ديال المريقه وكنخويها فوق من السفرجل. ديروا هاد العمليه هادي تقريبا شي 3 ديال المرات حتى ل4، كل 5 دقائق 10 دقائق ديروها باش كتجينا الميها كيتشربها لنا السفرجل وكيجينا حتى السفرجل بنين. الطريقه هذه مهمه ضروري ديروها، وكونوا على يقين. انا راه متاكده من راسي 100% ان الحاجه لا ما جربتهاش وصدقات ليا ما كنقدرش نحطها باش ما نحشمش وجهي مع الناس ومع المتتبعين. ضروري كنحط واحد الوصفه تكون ناجحه 100%. وهنايا السفرجلات واللحيمه ديالنا راهم وجدوا، هنا راه طابت والمريقه تعلكت وها نتوما كتشوفوا امامكم. صافي وهنايا عندي هاد 2 ديال السلطات. بما ان حنا درنا طاجين بلدي، كذلك قدمنا معاه شليضات بلديين، وحده بارده وحده سخونه، اللي هي كيف تشوفوا هنا الباربه مع شويه ديال البصيله وشويه ديال المعدنوس ومليحه والابزار وشويه ديال زيت العود او زيت المائده، وكذلك زعلوك. ان شاء الله غنوجدوا معكم. انا زعلوك تيصدق ليا وكل شيء كيشكر ليا زعلوك، كل شيء كيشكر زعلوك اللي كان صايب. غادي نوجدوا معكم ان شاء الله عن قريب، وكنتمنى الفيديو يعجبكم. وما تنساو لياش لي لايك والاشتراك والمشاهده من الاول حتى الاخير فضلا وليس امرا. صافي هنا راه سالينا وبقينا بديت كنقدم هنايا المريقه ديالنا في الطبسيل كيف قلت لكم. وشكرا لكم على المشاهده، جزاكم الله كل خير. مع السلامه، الى فيديو قادم ان شاء الله.